بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان العلم وفضله لفضيلة الشيخ عبد الغفار ابن محمد الضامراني رحمه الله تعالى، والتي ألقيت في اليوم 5 من شهر شوال لعام 20 و400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، الموافق لل11 من الشهر الأول لعام 2000 للميلاد. والآن نترككم مع هذه المادة. به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى لرسوله: وقل رب زدني علما. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. موضوعنا اليوم هو العلم وفضيلة العلم وضرورة العلم. إن الله سبحانه وتعالى يرفع درجات المؤمنين، يرفع عزتهم ودرجتهم في الجنات وفي الدنيا. الذين آمنوا، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قلنا أمس أن الإيمان بدون عمل الصالح ما يفيد، لأن أبا طالب كذلك آمن بالرسول وقال: دينك خير الأديان البرية دينا. وكذلك الكفار اليهود قالوا في القرآن يشهد لذلك، يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإنهم كانوا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من الله ورسول حق، ولكن لم يلتزموا بما عرفوا ولم يعملوا بما هداهم إليه. فمعنى إن الله يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. الذين آمنوا يعني آمنوا وعملوا الصالحات، وكذلك والذين أوتوا العلم درجات. الذين أوتوا العلم، المراد بالعلم علم القرآن والسنة، لا كل العلم. هنا المراد بالعلم علم القرآن والسنة، لا كل العلم، لأن علوم الدنيا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن علوم الدنيا يفيد أهل الدنيا، والمراد بالعلم في القرآن والسنة هو علم الوحي، لا كل علم، وإن كان كل العلم يفيد، لأن علم الشيء خير من جهله في كل شيء. علم الشيء خير من جهله، ولكن المراد في القرآن والحديث إذا مدح الله سبحانه وتعالى العلماء، فالمراد به لا شك القرآن، علم القرآن والسنة. ويقول ربي: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا ظاهر، لأن كل من كان عالما في أي شيء فهو أفضل من غيره. حتى يقولون أن سحرة فرعون حينما آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام بعد المناقشة والمناظرة وإظهار المعجزة، فآمنوا بموسى عليه السلام بسبب علمهم، لأنهم كانوا علماء وعرفاء بعلوم السحر، حينما كانوا يعرفون بأن ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام ليس من سحرنا، فهو معجزة من رب العالمين. إن كانوا جهلا ما عرفوا هذا، ولكن كانوا علماء.
وكانوا يعرفون علوم السحر كله، فآمنوا بموسى وهارون ورب بني إسرائيل كما قالوا، كما حكى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فالعلم لا شك في كل شيء له فضل ودرجة، والجهل المصائب كلها يأتي بالجهل. أنا أذكر كلمة من شيخ الإسلام ابن تيمية، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية بأن من السلف خرج هناك أئمة علماء بالحديث وبالفقه وبالقرآن، يعني صاروا أئمة لنا، وفي هذه الأيام ليس هناك أئمة، لماذا لا يخرج واحد ويكون إماما مقتدى كأئمة السلف الصالحين؟ فأجابهم رحمة الله عليه الإمام ابن تيمية بأن الشخص يصير إماما ومقتدى وعالم بالمعنى الصحيح بالقرآن والسنة. في هذه الأيام الناس ما يقرؤون كتاب الله وسنة رسول الله، بل يقرؤون كتاب هذا وكتاب هذا ورسائل ومجلات وهكذا مشغولين، وبهذا لا يكون واحد عالم. سمعت؟ عالم ديني. الإمام حينما كان في السلف الصالح ما كانوا يدرسون إلا كتاب الله وسنة رسول الله، فصاروا أئمة وفضلاء. سمعتم؟ ولذا ينبغي إذا أردتم أن تكونوا علماء فعليكم بأن تشغلوا أنفسكم بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وسائل للقرآن لعلوم القرآن والسنة كالصرف والنحو والبلاغة والمعاني، مثل هذه العلوم لا بد منها، لأن هذه وسائل إلى علم القرآن والسنة. ينبغي لك أن تعرف علوم النحو والصرف وهذه العلوم الآلية، لا بد أن تعرف منها بعض الشيء، ليس كما أن بعضهم يستغرقون في النحو والعلم حتى يموتون ولا يدرسون كتاب الله سبحانه وتعالى. يسيرون من هنا بعض الأدباء وكذلك، ولكن لا يصلوا هناك، كما يقول الإمام ابن جوزي رحمه الله في تلبيس إبليس. رأيكم كتاب جيد جدا، ينبغي لكل طالب علم، لكل من يريد أن يتنبه ولا يشتغل بما ليس له ضروري بحياته. ينبغي لكل واحد يطالع هذا الكتاب، كتاب قيم جدا جدا، وينتقد على النحويين، ينتقد على الصرفيين، وينتقد المنطقيين، وينتقد فقهاء، وينتقد صوفياء، وينتقد كذلك المحدثين. فهو يريد أنك لا تشتغل بعلم وجاهل أنت بعلم آخر. مثلا أنت تكون مفسر ولكن لا تعرف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأسانيد وطرق الحديث وعلو الإسناد وغيره، إذا كنت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مفسر القرآن الكريم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال له: وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إن الله حول علم القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يبينه للناس. فكل ما جاء من يعني الأحاديث هو شرح القرآن. أنت تريد تعرف القرآن بدون سنة فما يمكن هذا، لأن شارح القرآن الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى، يشهد لرسول الله بأنه لا يتكلم في الدين، لا ينطق في الدين إلا بما جاءه من الوحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا أمره أن يبين القرآن للناس. سمعتم؟ لذا واحد يريد أن يكون مفسرا بدون علم الحديث فهذا محال أن يعلم روح القرآن، ما يمكن. ولذا عليك أن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى بضوء الأحاديث على طريقة السنة وعلى طريقة السلف والصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين. فالذي لا يتعلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ما يمكن.
فهذا ما يمكن أن يكون عالما بدون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره رب العالمين بأن يبين كتابه ويشرحه للناس كل شرح، حتى وقال سبحانه وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وما على الرسول إلا البلاغ. بلاغ ما هو بلاغ فقط، بل بلاغ المبين، هو يفسر ويشرح ويبين كتاب الله سبحانه وتعالى كما ينبغي، لأن الرسول أعلم الناس بالقرآن. ليس هناك أحد. كثير من الناس يأتي بآيات في معارضة حديث صحيح ويقول هذا الحديث معارض لكتاب الله سبحانه وتعالى. ما يمكن هذا. نعم، أننا نحن إن كان بقصور أفهامنا هذا شيء آخر، ولكن ما يمكن أن يكون بين القرآن وبين سنة رسول الله معارضة. ما يمكن، هذا خطأ، وهذا الفهم خطأ. ما ينبغي هذا. ينبغي أن تبحث للتوفيق، كما أن علماءنا كتبوا كتب في مشكلات الحديث وفي تأويل الأحاديث المختلفة. هناك أحاديث كثيرة كتبوا. من أكبر هذه الكتب الذي يأتي برفع التعارض هو كتاب مشكل الآثار لإمام التحاوي، من كبار علماء الأحناف ولكن من المحدثين. وفي هذا الكتاب لا يتعصب لمذهبه. كتاب هو مشكل الآثار في أكثر هذا كما نراه، إلا أنه إنسان، ما نقول أنه معصوم، ولكن في هذا الكتاب لا يتعصب كما يتعصب في معاني الآثار. في شرح معاني الآثار تراه كأنه يعني يميل إلى مذهب أبي حنيفة ويجتهد ليرجح رأيه مهما أمكن له بضوء الأحاديث. لا يعني يتعصب كما ينبغي للجاهل، لا، ولكن يميل إلى مذهب أبي حنيفة ويريد أن يرجحه إذا أمكنه. أما في هذا الكتاب، في كتاب مشكل الآثار، في هذه الأيام كذلك حققه عالم حنفي آخر يمكن تعرفونه، شعيب أرناؤوط، هو كذلك شرحه وخرج أحاديثه وبين طرقه وتبع طيبة أظن ب 18 مجلد كذلك. كتاب جيد جدا، ينبغي أن يشترى هذا الكتاب لرفع تعارض الأحاديث والآيات. كتاب طيب جدا. ونقول لابد كما قلنا لكم إن الله سبحانه وتعالى انتخب محمد صلى الله عليه وسلم لهداية العالمين. انتخبه ربنا سبحانه وتعالى للعالمين جميعا، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالرسول ما كتم شيئا، وما كل ما كنا نحتاج إليه كان الناس يحتاجون إليه. فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين وأكمل الله سبحانه وتعالى دينه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لا يمكن بعده يأتي واحد ويزيد فيه شيء أو ينقص أو يأتي بالنسخ منه. ما يمكن هذا، لأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فهو خاتم النبيين. وقال لنا ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا كامل، ولكن دين من أين تبحثه؟ كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقرآن شرحه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يفهمون من هذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه بأن كل من حفظ القرآن هو يعني خيرنا. لا شك أن حفظ القرآن هو نعمة عظيمة، هذا لا شك فيه. ولكن الحافظ الذي لا يتعلم معاني القرآن الكريم
وما هو داخل في هذا الحديث؟ إن الرسول يقول خيركم من تعلم القرآن، تعلم علوم القرآن وعلم الناس علوم القرآن. ما قال الرسول خيركم من قرأ القرآن وأقرأه أو حفظ القرآن وأحفظه، ما قال هذا، بل قال خيركم من تعلم القرآن، يعني خيركم الذي هو حصل علوم القرآن وعلمه الناس على ضوء أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول كما قلنا أمره ربنا سبحانه وتعالى وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والرسول ولذا هو أعلم الناس بكتاب الله من كل واحد. كثيرون من الناس يأتون في هذه الأزمان، كثير من الناس، هذا لا يجوز أبدا. يأتي حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى هذا الحديث ثم لا يأخذه بأن إمامه الذي ينتسب نفسه إليه ما قال هذا، هو قال بغير هذا الحديث. يمكن الإمام له عذر. كثيرون من الأئمة رحمة الله عليهم هؤلاء كثير منهم ما بلغهم الأحاديث حينما خالفوا أحاديث رسول الله. مثلا كما هو معروف أن إمام مالك حينما كتب موطأ فقال هارون رشيد له نريد أن نجعل كتابك قوانين العالم الإسلامي كله في كل البلاد، أنا أكتب نسخة وأرسل في كل البلاد ليحكمون بهذا الكتاب، كتاب موطأ الذي كتبته أنت يا مالك. فمالك رحمة الله عليه أنكر، قال لا أستطيع أنا أجيزك على هذا. لماذا؟ لا أستطيع هذا لأن أحاديث رسول الله منتشرة في العالم. كثيرون من الصحابة قتلوا هناك في إيران، وكثير منهم استشهدوا في مصر وفي أفريقيا وفي بلاد مختلفة حينما ذهب الصحابة، وأحاديث هؤلاء الصحابة هنا عند الناس هناك في تلك البلاد، ليس كلها في الحجاز. أنا جمعت أحاديث التي كانت في الحجاز، اجتهدت وجمعت هذه بعضها وكتبت، ليس كل الأحاديث عندي. ولذا ترى أن إمام آخر حينما يأتي ويخالف هذا الإمام، لماذا؟ والشافعي صرح قال لأحمد بن حنبل إذا بلغكم الحديث فأخبروني فإنك أعلم بالحديث مني. إمام الشافعي مع أن الشافعي كذلك في بعض العلوم هو شيخ إمام أحمد بن حنبل، وصرح بهذا رحمه الله، فقال أنتم أعلم بالحديث، إذا بلغت حديث وليس عندي فأخبرني به حتى أعمل به. نعم، الأئمة كرام رحمة الله عليهم أجمعين ما كانوا يخالفون أحاديث رسول الله عمدا، ما يمكن هذا. أبو حنيفة وشافعي ومالك وهؤلاء الأئمة كلهم إذا خالف تراه أنه خالف حديثا، ليس معنى هذا أنه خالف حديثا عمدا وقصدا، لا، بل لم يبلغوا هذا الحديث. ولذا ترى الأئمة يخالفون بعضهم بعضا، فالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله كما أرشدنا إلى ذلك رب العالمين. فقال ربنا سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا هو المرجع، فهذا هو العاصمة، عاصمة ديننا كتاب الله وسنة الرسول. المركز، مركز الدين وحي الله، وحي الله يحكم كل الأئمة على كل الآراء. هكذا أرشدنا ربنا سبحانه وتعالى، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، في أي شيء كبير أو صغير، إذا كنتم مختلفين في شيء فهل ترجعون إلى إمامكم؟ كل واحد يرجع إلى إمامه، الشيعة إلى جعفر الصادق، وزيود إلى زيد بن علي، وهؤلاء عندنا جماعة القريب عندنا عندكم هؤلاء إباضيين إلى عبد الله بن إباض،
يرجعون إلى أئمتهم. ليس هذا طريق القرآن وليس هذا طريق الأئمة. أئمة كلهم وصوا بذلك، كلهم وصوا. إذا رأيتم قولنا يخالف رسول الله أحاديث رسول الله فاضربوا بقولنا الحائط. حتى أبو حنيفة رحمة الله قال سأله واحد إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال خذوا بكتاب الله واتركوا قولي. فسألوه وقالوا إذا قلت قولا وسنة رسول الله تخالفه فقال رحمه الله اتركوا قولي بقول الرسول. ثم سئل إذا قلت قولا وقول صحابي يخالفه قال اتركوا قولي بقول الصحابة. أبو حنيفة قال هذا. ثم سئل إذا قلت قولا وقول تابعي يخالفه قال هم رجال ونحن رجال. قال أنا رجل يعلم وهم علماء، تفكروا هناك واجتهدوا، كل من كان قوله أصح فخذوا بقوله. نعم، وصوا هكذا أئمة الكرام. لم يكن هؤلاء، ولكن الجهل. حتى واحد عالم المشهور الآن إمام العصر في باكستان اسمه رشيد أحمد الوتيانوي، مفتي إمام عصر، يقولون له أنه إمام عصره. هو قرأت في كتابه أحسن الفتاوى المجلد الأول صفحة 209 يقول في هذا أن المبتدع ضلوا بأنهم يستدلون بكتاب الله وسنة رسوله، هكذا يقول. ثم يقول بلغة أوروبية مگر ورنہ مقلد کے لیے قول امام ہی حجت ہوتا ہے، وإلا أن حجة للمقلد هو قول إمامه. يقول هو قول إمامه، هكذا يقول. هذا معروف عندنا بأنه فقيه العصر، إمام العصر. هذا خطأ منه، هذا خطأ منه إن لم يتب بهذا، والله هذا في خطر عظيم. كيف إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله ليكون هدى للعالمين. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف أحاديث الرسول إذا أخذ به واحد من هنا يضل؟ ما يمكن هذا خطأ كبير. وإن الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كيف أنت تقول أن الناس الذين ضلوا طريق المستقيم هؤلاء أخذوا بكتاب الله وسنة رسوله من هنا ضلوا وتركوا دين الله؟ هذا خطأ منه. ولكن المقلدين الجامدين هكذا يفعلون، وهذا في الحقيقة ضلال مبين. ولذا تراهم تفرقوا. كيف إن الله سبحانه وتعالى في كتابه منع عن التفرق. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا، كلمة الاعتصام من العصمة، يعني إذا أردتم أن تكونوا معصومين عن الخطأ وتريدون أن تكونوا على الطريق المستقيم ومعصومين عن الخطأ فعليكم بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا، كل المسلمين أنتم مخاطبون بهذا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نص قطعي منعنا عن الفرقة. فهذا يقول أنا شافعي وأنا على طريقته أذهب، طريقة الشافعي أذهب، وأنت حنفي أنت على طريقة أبي حنيفة تذهب، وهذا مالكي على طريقة الإمام مالك ينبغي يختار، وهذا حنبلي وهذا فلان وهذا فلان. هذا خلاف قول الله سبحانه وتعالى وخلاف العقل وخلاف التجربة. فإن الفرقة كما جاء في الحديث الصحيح أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أن الجماعة يعني أن يجتمعوا على طريقة واحدة هذه رحمة، والفرقة عذاب. ولكن قالوا اختلاف أمتي رحمة ونسبوه إلى رسول الله. هذا موضوع وكذب، ما قاله رسول الله أبدا، لأن هذا يخالف القرآن الكريم ويخالف
أحاديث رسول الله ويخالف العقل السليم. هل الفرقة للأمة طيب أم اجتماعهم على طريقة واحدة؟ يعني عقل السليم ما يقبل هذا. أنت اختلاف الأمة رحمة، نعم اختلاف الأمة ليس برحمة، تمام؟ إذا كان بالاضطرار هذا شيء آخر، كاختلاف شيء واحد اختلاف، وشيء ثاني هناك الفرقة. اختلاف بين العلماء يمكن يأتي، ولكن فرقة لا يجوز. العلماء يختلفون. يفتي إمام أبو حنيفة بأن قراءة وراء الإمام قراءة الفاتحة وأي شيء لا يجوز. أبو حنيفة هكذا أفتى، وبعض الأئمة أفتوا بأنه لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة. هذا اختلاف، ولكن اختلافهم كان اضطراري. يعني اختلاف اضطراري شيء واختلاف اختياري شيء. اختلاف الأئمة كان اضطراريا، لأنه رأى في ذهنه أن هذا أصح من هذا القول، فهو إمام وتقي رجل صالح وعادل، كل ما يراه حقا ما يمكن أن يتركه، فرض عليه أن يأخذ به، أليس كذلك؟ وهذا الإمام رأى أن هذا الذي قال بهذا هو خطأ والصحيح هو هذا، فكيف يترك الصحيح ويأخذ برأي الإمام؟ ما يمكن. يعني اختلاف الأئمة كان اضطراريا، واختلافنا نحن اختياري. كيف؟ يقول أنا حنفي. تراهم هناك حينما يأتي صلاة وتر في رمضان، فإن كان إمام حنفيا فموالك وشوافي وبعضهم يخرجون، يقول لأن هؤلاء يصلون ركعتين ثم ركعة واحدة. وإن كان إمام من هؤلاء وأحناف وراهم، فإذا جاء الوتر ترى جاء الوتر الأحناف يخرجون، يقول لا يصح صلاتنا. لماذا تقول كل الأئمة على الحق؟ أربع مذاهب على الحق. إذن تكذبون قولكم، إذن أنتم تكذبون قولكم ورأيكم اخترتم هذا كل المذاهب على الحق. المذاهب الأربعة يقولون حق، أليس هكذا يقولون؟ لماذا أنت تقول لا يجوز صلاتي وراء هذا؟ إذا تعارضون وتناقضون فيما بينكم. في الحقيقة كما هو ظاهر أن بعض المسائل فيها تضاد. المسائل التي فيها تضاد هناك حق واحد. ما يمكن أن يكون قول أبي حنيفة بأن قراءة المقتدي حرام إذا كان له إمام، لا يجوز للمقتدي أن يقرأ فاتحة الكتاب، هذا عنده في صلاة الجهرية مكروه تحريما. سمعتم؟ وشافعي رحمة الله عليه وجماعة أخرى يقولون لا بد أن نقرأ وراء الإمام الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح بدون الفاتحة. أليس كذلك؟ من هنا عرفنا أن كلا القولين ما يمكن أن يكون حقا، إما قول أبي حنيفة حق، وإما قول الإمام الشافعي وجماعته حق. وكذلك تراهم يقول واحد بخروج الدم ينقض الوضوء، أليس كذلك؟ وبعضهم يقول لا ينقض الوضوء بخروج الدم. كيف كلا القولين حق؟ ما يمكن، حق هنا واحد. يعني كل المسائل جاء هناك تضاد. سمعتم؟ إذا كان المسائل متضادة لا يمكن كلاهما يكون الحق. الحق هنا واحد. أما هناك بعض المسائل ليس فيها تناقض وتضاد. مثلا تقبض اليدين هنا، تمام، وتحته هنا كذلك تحت سرة، فيها لا يفسد الصلاة، يمكن كلها صحيحة، وإن كان راجح كما هو في الأحاديث الصحيح راجح هو تقبض اليدين على الصدر. الموالك ما يقبضون، بعضهم الموالك. سمعتم؟ هم ما يقبضون جماهير. مرة واحدة في دبي أنا تقريبا 15 يوم رجل عالم كنت في مسجده هناك في غرفة، وسكنت هنا في مسجده، وهو رجل عالم مالكي لا يقبض اليدين في كل صلاة. مرة واحدة أنا سألته يا شيخ لماذا لا تقبض اليدين؟ أجابني فورا على طول وقال ألا تعرف أني مالكي؟ يعني كأنه إذا كان مالكي فهو لا يسأل عنه.
أنا قلت أن الأحاديث جاء في حديث صحيح في بخاري كان الناس يؤمرون أن يضع يمينه على شماله في الذراع على الذراع. هذا في صحيح البخاري موجود. هناك أحاديث أخرى. وفي حديث آخر يقول الرسول: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتأخير السحور وبتعجيل الفطور وبأن نضع أيماننا على الشمال. نحن معاشر الأنبياء، الأنبياء كلهم أجمعوا على هذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتأخير السحور وتعجيل الفطور وبأن نضع أيماننا على الشمال في الصلاة. قلت: هذه أحاديث، هذا إجماع الأنبياء، وأحاديث في صحيح البخاري، وهناك أحاديث أخرى، وأكثر الأمة وأئمة على هذا. ينبغي أن تقضي يدك. لا، أنا مالكي يا شيخ، أنا مالكي. هو مطمئن أنه مالكي لا يزكي يعني. كأنه غير مخاطب من الله ورسوله. نعم، إذا لم يكن عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم شيء لم نجد في كتاب الله، ولم نجد في سنة رسول الله، ولم نجد من الصحابة سمعت قولا. وكذلك إذا لم نجد من هؤلاء ممكن واحد يرجح قول إمام الأئمة الكرام، يجوز له أن يرجح قول إمام الأئمة، هذا يجوز. ولكن إذا كان قول الله موجود وقول رسول الله موجود، فهناك أنت ترجح قول إمامك، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، وإن كان ذهب إليه جماهير من الناس، هذا ضلال مبين. الأئمة رحمة الله عليهم أجمعوا بوصيتهم بأن لا يجوز لأحد، بأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقولنا إذا كان مخالفا لوحي الله. كيف يجوز؟ كما يقول واحد من الأئمة، واحد يقول من الأئمة الكرام، أظن هو ابن حزم، يقول: أجمع المؤمنون من الجن والإنس، يقول: أجمع المؤمنون من الجن والإنس إذا كان موجود عنده حكم رسول الله لا يجوز له أن يدعه لقول أحد من الناس. ويقول الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، يقول: أجمع المسلمون إذا استبان له سنة رسول الله لا يجوز له أن يدعه لقول أحد من الناس. هذا كل مؤمن ينبغي يعرفه بقلبه. أنا متحير الآن، نحن محتاجين أن نفهم الناس ونعلم الناس بأن قول رسول الله فوق أقوال الناس، يعني المؤمنين. نحتاج أن نفهم هؤلاء الذين يدعون بأننا مؤمنون، بأننا أهل الإيمان والمسلمين. كيف هؤلاء يحتاجون أن نفهمهم ونعلمهم بأن قول الله وقول رسول الله لا يكون مردودا بقول أحد من الناس. ولكن كيف إذا ضل الناس فالضلال شيء كذلك. فكل من أراد أن يكون مسلما صحيحا ويكون على طريق المستقيم فعليه باتباع وحي الله. والضلال كل الضلال جاء من هنا، من أين؟ من ترك وحي الله، من الجهل من وحي الله سبحانه وتعالى. كما قلنا وقرأت آية إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. شوف وعيد شديد. إن كنتم تؤمنون برب العالمين وتؤمنون بحساب يوم القيامة. فطريقتكم إذا كان هناك تنازع واختلاف، فالتنازع والاختلاف أرجعوه إلى كتاب الله وسنة رسوله، ذلك خير وأحسن تأويلا. بعضهم يقولون كل المسائل ما يمكن أن يكون في كتاب الله وسنة رسول الله. هذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى حينما أحالنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فإن كان سنة رسول الله وكتاب الله قاصر عن حل المسائل، فلماذا يحولنا سبحانه وتعالى إلى كتاب الله وسنة رسول الله؟ هل يمكن من الله سبحانه وتعالى أن يتكلم بالمحال؟
هذا كفر. هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالمحال ويحيلنا إلى شيء ما يمكن يوجد هناك؟ لا بد كل المسائل إلى يوم القيامة موجودة في كتاب الله وسنة رسول الله، ولكن يحتاج إلى العلم، يحتاج أن تكون تقرأ كتاب الله وسنة رسول الله. أنت ما تقرأ كتاب الله ولا تتعلم سنة رسول الله ثم تقول هذا ما وجدناه في كتاب الله ولا سنة رسول الله، فتأخذ بقول إمام. والله مسائل كلها موجودة. هذا إيماننا بأن الله سبحانه وتعالى حينما أحالنا إلى كتاب الله وسنة رسوله لا بد المسائل كلها إلى يوم القيامة كل الجزئيات موجودة في كتاب الله وسنة رسوله. ولكن لمن تعلم القرآن وسنة رسول الله. هذا هو يا جماعة. إنما كما يقول ربنا سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا كذلك العلماء بكتاب الله وسنة رسوله هم الذين يخشون. العالم بكتاب الله وسنة رسوله ما يمكن يترك قول ربه وقول رسوله ويرجع إلى قول أمتين. تمام. يقول ابن حزم في محل آخر وكلنا نحن نؤمن ونعتقد نعم ونظن بالأئمة الكرام يعني حسنا. لا شك أن أئمة الكرام الخطأ شيء آخر، خطأ يخطئون، خطأ لا بد من كل واحد يصدر، ولكن لا يتعمدون خلاف رسول الله، خلاف كتاب الله، حتى خلاف الصحابة ما يريدون. سمعتم؟ إلا إذا كان عندهم دليل من الكتاب والسنة هذا شيء آخر. الأئمة هكذا نعتقد فيهم. ولكن الرسول سبحان الله الذي باتباعه أنت تدخل الجنة تتركه وتأخذ بقول شخص يخطئ ويصيب. سبحان الله. بقول شخص أنت تؤمن بأنه ما هو معصوم عن الخطأ وتترك قول الله سبحانه وتعالى وقول رسول الله. وكل هذه الضلال وكل هذه البدعات كلها جاء من الجهل بكتاب الله وسنة رسول الله. ولذا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من حصل علوم القرآن وعلوم السنة. يا جماعة يا شباب ينبغي لكم أن تطالعوا كتاب ربكم سبحانه وتعالى وترجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليكم بالعمل بما رأيتم فيهما قولا من الله وقول رسول الله صحيحا من رسول الله إذا كان حديث صحيح غير معارض بمثله وغير منسوخ. سمعت؟ أنا سألت الشيخ ناصر الدين في منى في زمان ملك خالد حينما يأتي، كان الشيخ ناصر حينما يأتي هناك أعطوه خيمة كبيرة في منى، والناس علماء وفضلاء وطلاب وقضاة كانوا يأتون ويسألون مسائل. أنا كذلك اشتركت في هذا المجلس وسألته وقلت له إذا رأينا حديثا صحيحا لم يضعفه أحد بل هو صحيح وليس له معارض، كذلك حديث صحيح ولم نجد له معارض، ولم يقل أحد بمنسوخيته، كذلك حديث صحيح غير منسوخ غير معارض بمثله، ولم يعمل به أحد من الفقهاء، هل هذا الحديث يأخذ به أم لا؟ قلت للشيخ ناصر سألته فقال أولا أخذني رجل أعلم أخذني وقال أنت تقول لم يعمل به أحد من الفقهاء، هل أنت محيط بمذاهب الفقهاء؟ قلت لا. قال لماذا تقول لم يعمل به أحد من الفقهاء؟ لا تقول هذا كلام كبير. نعم أخذني هذا، فقلت نعم بالفرض والمحال إذا كان مثل هذا حديث وجد أحد مثل هذا حديثا صحيح ليس له معارض بمثله وليس بمنسوخ ولم يقل به أحد من المحدثين بمنسوخيته ولم يعمل به أحد من الفقهاء، فكيف هل يعمل به؟ قال نعم. ثم قرأ آية
إن الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون، بأن حديث هذا داخل في الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ودليل على هذا بأن الحديث داخل في الذكر قال إن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واتفق المفسرون كلهم بأن المراد من أهل الذكر أهل العلم بالقرآن والسنة. اتفق المفسرون كلهم بأن المراد بأهل الذكر في هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، المراد بأهل الذكر أهل العلم بالقرآن والسنة. سمعت؟ فالسنة داخلة في هذه الآية. وآية أخرى إن الله سبحانه وتعالى يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فحديث رسول الله وحي كما أن القرآن وحي. سمعت؟ قال لابد إن الله سبحانه وتعالى حينما حفظ هذا الحديث لنا غير منسوب وغير معارض بمثله وصحيح وإن لم يعمل به أحد من الفقهاء، إن الله حينما حفظه لنعمل به. إن الله كيف يحفظ شيئا فضولا لا نحتاج إلى عمله وهو يحفظه إلى يوم القيامة؟ ما يمكن هذا. إن الله حفظه بأن نعمل بهذا الحديث. هكذا قال لنا جزاه الله خيرا رحمه الله. وهكذا إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعلمون كتاب الله، تعلموا كتاب الله وسنة رسوله. لا شك هذا الشخص أخشى من جميع الناس كما يقول ربنا سبحانه وتعالى إذا كان عالما بالمعنى الصحيح. ما يمكن يترك كتاب الله وسنة رسوله، ودخول الضلال فينا جاء بجهلنا من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرجاء منكم خلاصة كلامنا كما عرفتم من هذه الآيات والأحاديث علينا أن نقرأ كتاب الله بتدبر وتفهم، ونقرأ ونرجع إلى سنة رسول الله تفصيليا حتى نكون علماء بسنة رسول الله الطاهرة، السنة الطاهرة. سمعتم؟ ترجعون إلى هذه السنن الكثيرة الموجودة عندكم في هذه الأيام ولله الحمد. بالسهولة تستطيع أن تجمع سنة رسول الله في بيتك. سمعت؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وندعو من الله سبحانه وتعالى ونستعين به أن يجعلنا من الفاهمين لكتاب الله والعاملين بسنته كما هو هدانا صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله. السنة لا عندكم أنا مو بس يا شيخ، بدي أسألك عن ماذا تنصح طالب العلم في بدايته؟ في بدايته كما هو معروف لدينا ولديكم كلكم أنه يشتغل بعلوم الآلية الصرف والنحو ومعه بأحاديث الأحكام. لأن طالب العلم إن أراد أنه يكون يتعلم هذه العلوم الآلية كلها ثم الفقه ثم الحديث، وكثير من الطلبة مات قبل ذلك، أليس كذلك؟ فعليه أن يبدأ بعلوم الآلية وبترجمة القرآن ومعانيه وسنة رسوله معا، حتى يكون يعرف أحكام ربه سبحانه وتعالى. لأنه إن مات قبل ذلك وهو جاهل عن أحاديث رسول الله، فينبغي أن يبدأ بابتدائه وإن كان شوي قليلا يعني مع علم الآلية. علم الوحي كذلك ينبغي معه قليلا. زين يا شيخ، معك كتاب تيسير مصطلح الحديث للطحان. نعم. تيسير مصطلح الحديث. نعم. المجلد الأخير له. نعم. في مصطلح الحديث هل هو جيد تنصح به؟
نعم. في الحقيقة هناك الباعث الحسيس للإمام ابن كثير، وعلق عليه أحمد شاكر، هذا أحسن من أي كتاب. الباعث الحسيس، نعم، للإمام ابن كثير رحمة الله عليه، هذا أحسن، لأن الإمام ابن كثير كما كان مفسرا كان محدثا كبيرا، حتى قال محدث كبير، محدث ومؤرخ وفقيه. الإمام ابن كثير له كتاب في اختلاف الفقهاء، كتاب كبير، ما أدري، يمكن أنا ما رأيته الآن، ما طبع. هذا الكتاب من الإمام ابن كثير، فقيه محدث ومفسر، وله صفة أخرى طيبة، لا يتعصب لأحد. نعم، لا يتعصب لأحد. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يتعصب لأحد. هو شيخ المبتدئ في طلب العلم هل يستعين بكتاب الباعث الحثيث أم أن يشتري كتاب الطحان؟ كتاب الطحان لا بأس به، كتاب الطحان كذلك كتاب طيب. كل ما هو أسهل، إن كان هو الطحان كتابه هو يمكن أسهل شوي. كتاب هو أسهل تقريبا أيسر. الكتاب الطحان كتاب طيب. نعم. ويوصي به الشيخ. نعم. كتاب طيب لا بأس. إن كان هو من ناحية الفقه هو رجل متعصب جدا، هو أستاذي، أنا درست عنده في المدينة، ومن ناحية الفقه هي رجل متعصب، إلا أنه في مصطلح الحديث هو بين كما هو طرق سلف في إصلاح المحدثين. نعم. هذه كتب مفيدة في مصطلح الحديث، مفيدة. نعم. ولكن في الفقه متعصب، وكذلك في الصفات ليس مع السلفية، بل هو الشعري. نعم. تنبهوا. شيخ سؤال ثاني. نعم. في ما يشوف يجمع عليه العلماء في الآن في قصر في السفر. نعم. والجمع. سمعت قولا أنهم يقولون يعني إذا ذهب المسافر بسيارة نعم. مثلا 1000 كيلو وجاء في نفس اليوم لا يعتبر سفرا ولا يصح له أن يقصر. يعني هو في سفره هو ذهب يعني مشوار. نعم. مكان عن نعم. مكان يتطلب 1000 كيلو. نعم. وهو عنده سيارة. لكن يذهب 1000 كيلو. نعم. في ساعتين ويرجع. نعم. في ساعتين ورجع وصل ويصلي ما صلى في الطريق. هل يقصر في هذه المسافة؟ إجازة له. نعم. وسمعنا قول ثاني انهم يقولون اذا يعني لم يكن عنده زاد ومزاد ومبيت لا يصح له القصر. سمعت قول هذه التقييدات، هذا ما وجدناه في الاحاديث. شيخ هناك هل عندكم علم في هذا القيد؟ ما سمعنا، لكن في هذه الايام بعض يقولون هكذا. ولكن في هذه الايام سيارة وذهب ورجع، لكن ما عندهم دليل. يعني رجع وصلاة الوقت موجود، يعني ما فعل. ولو يقول ولو حصل الصلاة. على كل حال بس المسافر له يجوز الجمع. نعم. والقصر كذلك. أما قولك بأنه أجمعوا على القصر والجمع ما أجمعوا على الجمع، ما أجمعوا. الأحناف يخالفون الجمع. الفقه يا شيخ يقولون يوصون بالسيد سابق في فقه السنة. نعم. بس يقولون وياه معاه كتاب تمام المنة. نعم. للشيخ ناصر. نعم. فلماذا يوصون بتمام المنة؟ في أحاديث ضعيفة في فقه السنة؟ في أحاديث ضعيفة وأقوال كذلك مرجوحة. لا شك أنه تمام المنة ينبغي يتعلم. إذا تابعت فقه السنة فينبغي أن يكون تمام المنة. الذي وجدناه في فقه السنة التعليقات المرضية للشيخ ناصر. على التعليقات الرضية على
الروضة الندية لنواب سيدي حسن خان، والتعليقات للشيخ ناصر. هذا أحسن في فقه السنة. نعم، هذا ينبغي أن تصالحه. نعم. شيخ، الذي يريد أن يطلب العلم ولا يجد مشايخ، فكيف يطلب العلم؟ هل بالأشرطة يطلب العلم مثلا يستمع؟ نعم، إذا كان مضطر وليس هناك أحد. الشريطة للعلماء الكبار فيه إذا كنت تفهم الشرطة هذه، إذا كان للعلماء الكبار وتفهم صوته بأنه هو، والعلماء كذلك الناس الآخرين يشهدون بأنه هو صوته. مثل الشيخ ناصر أو الشيخ عسيمي، الشيخ عبد العزيز بن باز، وعلماء آخرين كذلك، علماء طيبين موجودين كثيرين، إذا تفهم صوته بأنه صوته، سمعت وهو تقرأه وتسمع من شريطة تأخذ منه العلم. ومع ذلك تستطيع أن تصحح هذا إذا كنت هناك في شك. إذا وجدت عالما تسأله في هذا، ولكن هذا يفيد كثيرا. شريطة مفيد كثيرا جدا. زين يا شيخ، الحين ماذا أجمع في الذهب المحلق؟ سمعنا فتوى الشيخ الألباني أنه يقول لا يجوز، وأجمع العلماء أنه يعني الذهب المحلق لا يحرم. والله هذا الشيخ ناصر أظن ما هو متفرد كليا، له ومعه أبو هريرة. سمعت أن أبا هريرة معه، فيه بعض الصحابة وبعض الصحابة معه. هو ذكر روايات صحيحة. نعم، حسنه الشيخ الألباني. نعم. جماهير مخالفة. أيوة، جمهور مخالفون، أما الإجماع ما يقال إجماع. أين القول الأرجح؟ الشيخ الألباني إذا خالفه لم يقول أنه إجماع. الاحتياط هو ترك الذهب. نعم، محرم. الاحتياط أما ما نقول كليا، من باب الاحتياط. نعم. طيب شيخ، طالب العلم مثلا الذي عنده علم قليل، نعم، هل يدعو إلى الله؟ هل يدعو إلى الله أم لا؟ الدعوة إلى الله هل يشتغل بها أم لا؟ يعني هو يكون مبلغا يجوز له إذا كان قليل العلم، ولكن لا يتجاوز عما عرفه. إذا كان هو يأتي بتفسيرات وتشريحات ويكون فقيه، كل ما رأى حديثا وفهم معناه صحيحا، سمعت من كتاب معتمد أو من شريط من رجل عالم وفهمه جيدا، يستطيع أن يبلغ ما سمعه بحدوده، لا يكون كالمستنبط ويستنبط ويأتي بالتشريح ويكون فقيها ومفتيا، لا، يعني على حدوده. بلغوا عني ولو آية، على حدود العلمية. نعم، على حدود، لا يتجاوز. يعني ينبغي لا يتجاوز الحديث. مثلا جاء وعنده علم حديث فقط يترجمه للناس، أما شرحه نعم حسب ما فهمه من ترجمته، ويعتمد على نفسه بأني فهمت هذا من شريط عالم أو بتصحيح وفهمه جيدا، فله أن يبلغ هذا. ولا يجوز له أن يقول مثلا أن يجزم، يعني مثلا في المسألة مثلا يقول ليس فيه خلاف، مثلا هو قرأ حديث وبين ترجمته ثم يقول ليس فيه خلاف وأجمع العلماء على ذلك وكذا وكذا، لا لأنه ليس، إنما يوضح قول العلماء، يبين بحدوده. ولا يجوز له أن يقول بقول وهو العلماء قالوا بقول آخر. نعم. طيب يا شيخ، مثلا الذي يقدر على طلب العلم، الذي يقدر على طلب العلم لكنه لا يطلب العلم، فما توجيه بلغ؟ منع الطالب أن يبلغ؟ لا مثلا أحد الناس يقدر على طلب العلم لكنه لا يطلب العلم، هذا مزعج. ينبغي أن تطلب العلم. العلم فريضة على كل مسلم، العلم فريضة. نعم، هذا
يضيع وقته، سمعت؟ هذا لا يجوز. ينبغي إذا كان له إمكان التعلم والتعليم لا بد له أن يتعلم. هل يؤثم؟ نعم يأثم، لأنه يضيع وقته يضيع عمره، كيف لا يأثم؟ يضيع المال، إذا ضاع ماله فهو يأثم، إذا ضيع عمره فكيف لا يأثم هذا؟ نعم ينبغي يتعلم ويتعلم. شو لازم يعني تسأل زيادة؟ استحضر أنا كثير النسيان، ولكن استحضر في سؤال كان في ذهني ولكن غاب، استحضر السؤال يعني شيخ. كيف هل يجوز مثلا أنت تريد أن تستدل بآية لكنك لا تذكر الآية، فهل يجوز لك أن تقول بمعنى الآية؟ إذا يعني تقول بمعنى الآية صحيحا لا تغير المعنى، يعني تأخذ المعنى تفهم المعنى طيبا وجدا ومتأكد بأنك تبين المعنى كما في الآية، هذا يجوز. مثلا تقول بما معنى الآية، نعم. لا تقول قال الله تعالى يعني إذا كنت حافظ ينبغي أن تقرأ الآية، وإن لم تكن حافظ الآية ولكن لمعنى الآية فيجوز تبليغها. نعم. ذكرت يا شيخ في المحاضرة الآن شو اسمه المذهب شو اسمه أبو حنيفة يقولون لا قراءة المؤتم. نعم. وهو يرجح القراءة بين أقوال العلماء الأئمة. ها؟ وما هو الأرجح بين أقوال الأئمة؟ القراءة خلف الإمام. نعم. نعم هذا هو الأرجح، هذا هو فيه الاحتياط، لأن يقول أن واحد من أهل علماء الأحناف معروف بميزة مصر جانب ومن كبار الصوفية وفقيه وعالم، الشيخ ولي الله، هذا هو الشيخ ولي الله، هو حنفي ويقرأ وراء الإمام وهو مقتدي ويقرأ. أخذه واحد وقال أنت حنفي وتقرأ وراء الإمام، هذا ما يجوز لك. قال يجوز لي، لأن أبا حنيفة رحمة الله عليه يقول إذا قرأ مؤتم وراء الإمام فصلاته مكروهة يعني ليس باطلة، فصلاته مكروهة ليس باطلة أصلا. وشافعي رحمة الله عليه يقول إذا لم يقرأ واحد وراء الإمام فليس له صلاة. فإذا قمنا يوم القيامة إن كان قول الشافعي هو الصحيح، كان هو الصحيح، فإذا قمنا يوم القيامة وعملنا بقول أبي حنيفة فليس لنا صلاة، فليس لنا صلاة أبدا، لأن صلاة باطلة عنده. وإذا كان قول أبي حنيفة صحيحا فعندنا صلاة يعني بدون درجاته، فضائل الصلاة ما عندنا، ولكن أصل الصلاة موجودة عندنا، لأن أبا حنيفة رحمه الله لم يقل بأن الصلاة باطلة إذا قرأ، يقول مكروه. فالراجح هو قول إمام الشافعي وهؤلاء الجماعة الذين يأمرون بقراءة المؤتم، والحديث صحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. زين. والثاني هذا حديث نقول قراءة الإمام بالمؤتم قراءة على في معنى هذا حديث. نعم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا الحديث ليس بصحيح. ليس بصحيح. نعم هذا مرسل. نعم إذا كان نرجحه فهو لا يزيد عن المرسل. عن المرسل. ما قول لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب، هذا حديث مرفوع صحيح متفق عليه، حديث صحيح متفق عليه بين العلماء، بل هو يقول الإمام البخاري حديث متواتر. الإمام البخاري يقول متواتر. هذا نكتفي بهذا. نعم.